تخيل طائر لابس بدلة سودا وبيضة، مش بيعرف يطير وبيمشي كأنه راجع من فرح بالظبط. وبرغم كده هو أذكى وألطف الكائنات على الكوكب. النهاردة هنتكلم عن البطريق، الكائن اللي شكله كيوت بس حياته مش سهلة خالص. البطريق طائر بس مش بيطير، بدل ما يطير قرر ان هو يبدع في السباحة. جناحاته اتحولت لزعانف، يعني هو في المية أسرع من ناس كتير على اليابسة. والبدلة السودا والبيضة مش عشان شيك ولا حاجة، ده تمويه. من فوق سودا عشان يستخبى من الطيور، ومن تحت بيضة علشان السمك ما يشوفوش. ناس كتير فاكرة ان البطريق عايش بس في القطب الجنوبي، بس الحقيقة غلط. البطريق موجود في أماكن كتير، منها القطب الجنوبي، بس في كمان في جنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الجنوبية. وفي نوع كمان بيعيش قريب من خط الاستواء، يعني في بطريق ممكن يكون قاعد في الحر وانا وانت مش مستحملين الصيف. هتكلم معاك دلوقتي عن انواع البطاريق. في الحقيقة في 18 نوع، بس اشهرهم البطريق الامبراطور، ده اكبر نوع وطوله ممكن يوصل لحد 120 سنتيمتر، وبيعوم اعماق رهيبة. والاب دايما هو اللي بيحضن البيضة، يعني الام ممكن تقوله انا طالعة اجيب اكل انت شيل. اشهره كمان بطريق إدلي، هو صغير بس نشيط وشكله كأنه دايما كده متعصب شوية. كمان في نوع من البطريق اسمه البطريق الصغير، ده أصغر نوع بطريق في العالم، لونه مايل للأزرق شوية. هو كيوت لدرجة انك تحس ان هو لعبة مش حقيقي خالص. طيب خلينا نعرف البطريق بياكل ايه. البطريق مش نباتي، ده صياد محترف، بياكل سمك وكائنات بحرية صغيرة، بياكل كمان الحبار. ومن قدراته ان هو بيقدر يعوم بسرعة جدا ويمسك السمكة من اول مرة، مش زينا احنا يعني بنحاول نمسك ريموت. وبما ان البطريق كائن كيوت فبتواجهه بعض المصاعب، زي مثلا ان في ناس بتحاول تصطاده، وذوبان الجليد والتغير المناخي، كل ده بيأثر عليه. عشان كده في اماكن مشهورة جدا بتعمل زي مناطق مخصصة كده للبطاريق. عندك مثلا محمية القطب الجنوبي، وفي شاطئ في جنوب أفريقيا، وطبعا أيوة في بطاريق على الشاطئ، ناس بتصيف وبطريق ماشي جنبهم عادي. من الحاجات اللطيفة في البطريق ان هو حتى لما بيقع بكل هيبة، ما فيش انقاذ خالص، بيمشي كأنه عامل نفسه وثق بس رجله اتزحلقت. وعلى فكرة البطريق بيحب التجمعات، البطريق لوحده لا، لازم شلة. في النهاية انا عايزة اقولك ان البطريق مش مجرد طائر كيوت، ده مثال على انك مش لازم تطير عشان تكون مميز. ممكن تعوم بطريقتك وتمشي براحتك وتفضل ملك حتى وانت بتتزحلق. وما ننساش في الاخر لو الفيديو عجبك لايك واكتب كومنت تحب نتكلم عن ايه المرة الجاية.